السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في القناة ديالكم. كيف ديما وكيف عودناكم اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم غريبه ديال البهله بطريقه جديده وبحتى شي مجهود، يعني ما كديروا حتى شي مجهود وكتجي غزاله ومشقه كي كتشوفوا معايا، والمذاق رائع بزاف بزاف. دوزوا معايا ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال التحضير. هنا كناخذ القصعه كندير فيها الزبده خصها تكون ما ندوبوهاش ولكن تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني زبده بوماد. كنضيف لها هنا كاس ديال السكر، انا درت هنا السكر البني. لما كاينش ديروا السكر الابيض، ولكن السكر البني كيعطيها لون ومذاق رائع بزاف بزاف. هنا كنحاولوا نخدموا الزبده بيدينا مع السكر حتى كتولي لينا على هذا الشكل هذا، يعني شكل كريمي. كيت كيت كيتجانسوا العناصر بجوج. كنضيف لهم كاس مع مرش ديال الزيت. المقادير ان شاء الله غنخليهم لكم في صندوق الوصف هكا باش يكونوا المقادير مضبوطين. هنا كنحاول نخدم بيدي مزيان هاد الزبده والزيت والسكر. بالنسبه للسكر البني اللي بغى يطحنوه شي شويه في الطحان باش هكا يسهل عليكم انه يذوب لكم دغيا مع الزبده. صافي هنا كنخدم هكا مزيان هاد الكريمه بيدي حتى كتجانس مزيان. يعني السر ديال هاد البهله باش كتجينا مرمله وزوينه هو هاد الطريقه هذه. ما كندوبوش الزبده، كنخدموها بهاد الطريقه هذه، يعني بحال كنخدموا صابلي. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نزيد معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف قبيصه ديال الملح. ضروري من الملح في الكاطو لانه هو اللي كيخرج لينا هذاك المذاق ديال الحلوى وديال الحلو زعما وديال، يعني فاش كتكون عندنا الحلوى حلوه كنديروا السكر باش كتعطينا واحد المذاق، سورتو في البهله واحد المذاق مليح وحليلو. هنا ضفت الزنجلان واللوز اللي حمرتهم في الفران وهرمشتهم، غادي نضيفهم ونخلط مزيان. بالنسبه للطريقه راها واضحه كما كتشوفوا هنا في الفيديو. هاد الطريقه هذه الصراحه كتجيب البهله زوينه بزاف كما قلت لكم. جربوها ان شاء الله وغادي ديك الساعه تردوا عليا. هنا ضفت 11 غرام ديال الخماره. من بعد غادي نضيف الدقيق. هنا تقريبا انا احتاجت نص كيلو ديال الدقيق. نتوما مهم على حسب، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين الدقيق اللي ما كيشربش، يعني نتوما غادي ديروا نص كيلو وشوفوا الا تقدروا تزيدوا زيدوا، ما يعني كفاكم هو هذاك. صافي صافي كتحبسوا. هانتوما كتشوفوا الخليط خصو يجيكم على هذا القوام هذا، ماشي يكون الخليط مجموع، يعني ماشي يكون عندنا بحال الصابلي، خاص يكون عندنا مفرتت. كتشوفوا هانتوما ما مجموعش مزيان. انا كنحاول نجمع بيدي وكندلك شويه العجينه باش كتطلق ليا داك الزيت ديالها. هنا فاش كنبغي ندير كويرات كنحاول نجمع بيديا مزيان وعاد كندير الكويره ديالي. ها نتوما كتجمع لينا الكره، عفوا يعني الكويره كتجمع لينا مزيان، ما كتفرتتش واخا كتشوفوا العجينه انها مفرته. هنا خديت الميزان باش نوريكم انا شحال كندير في الكره باش كيجيوني مقادين. هو في الاول صراحه كندير الميزان، يعني في الحبه الاولى الثانيه الثالثه، ولكن من بعد صافي يدي كتعود على داك القياس هذاك وكنبقى ندير نفس القياس. انا كندير هنا ما بين 29 30، يعني 30 غرام في الحبه باش كيجيونا مقادين مزيان، يعني نفس القياس. هنا كما كتشوفوا سمحوا لي عندي الميزان معانيني كنصور بالكاميرا القداميه. جيكم الميزان مقلوب، يعني غيبان لكم الرقم مقلوب. انا درت معكم وحده ثانيه، نزيد واحد شويه باش نكمل 30 غرام. هنا حاولت انني نقلب الكاميرا باش نوريكم مزيان. هانتوما كما كتشوفوا معايا هنا 30 غرام في الكويره. صافي هنا غادي نبدا نكور الغريبه ديالي مزيان كامله هكا حتى كنسالي البلاطو ديالي. كنحاول انني نخلي لي سباس ما بين
ما بين غريبة وغريبة، كندير ورق الزبدة ولا دهنوا البلاطو ديالكم غير بالزيت ماشي مشكل. صافي هنا من بعد ما ساليت غادي ندخلو للفران، سخنته مزيان من قبل، كنسخنوه مزيان من قبل على 180 كما قلت لكم، وكندخل نحطوا الغريبه ديالنا من الفوق حتى كتبدا تشقق لينا مزيان، عاد كنهبطوها باش تكمل لينا التحميره ديالها. نتوما كما كتشوفوا كتجي محمره تحميره وحده، يعني ماشي محروقه ماشي مطبعه. ها نتوما كما كتشوفوا معايا تبارك الله، يعني كتجي مشقه زويونه، المذاق رائع بزاف بزاف، بحال كتاكلوا شي، عرفتي كتجي واحد المذاق فيها الصراحه زوين بداك السكر اللي كنديرو، كتجي رائعه بزاف. وكنتمنى تجربوا ان شاء الله هذه الوصفه اللي وريتكم ديال الغريبات، كتجي سهله بزاف وكتجي بنينه بنينه بنينه. وان شاء الله ردوا عليا الخبر في لي كومونتير، ولا عندكم شي تساؤلات خليو لي الكومونتير ديالكم. وبسلامه عليكم، بالصحه والراحه.